من كام شهر كده لو تفتكروا كان في واقعة حصلت لبنت اسمها نيرة صلاح، اتعرفت وقتها بفتاة العريش، وعلى السريع كده دي صحابها صوروها وهي في الحمام وابتزوها وهددوها بالصور. هبقى اسيب لكم الفيديو كامل للي عاوز يعرف التفاصيل. المهم اتحكم في القضية دي على المتهمين اللي هم شروق وطه، والحكم كان صادم لبعض الناس، والحكم ان قضت محكمة جنايات العريش يوم السبت الموافق 4/5/2024 بالسجن 3 سنين ومسح كل التسجيلات والصور اللي على تليفوناتهم، وده بتهمة التهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. وغير الحكم في مفاجأة النيابة العامة فجرتها، وهي إنها تحيل 11 متهم للمحاكمة العاجلة، وده بسبب نشرهم لأخبار كاذبة في الواقعة دي. ومن ضمن الناس دي يوتيوبر مشهور وحققوا معاه، والنيابة أمرت بحبسه احتياطي على ذمة التحقيق، ومفيش داعي لذكر اسمه. ودلوقتي هسيبكم مع فيديو كامل فيه تفاصيل القضية، وده فيديو كان معمول وقت ما حصلت الواقعة دي. بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب لو أول مرة تشوفنا. من سنتين او 3 كان في واحدة اسمها نيرة اشرف، لو فاكرينها، اتقتلت على ايد واحد زميلها قدام جامعة المنصورة هنا في مصر. النهاردة بقى هنتكلم عن نيرة صلاح اللي هي اتعرفت بفتاة العريش اللي ماتت بسبب ابتزاز اصحابها بصور ليها وهي خالعة في السكن الجامعي. وهل هي ماتت مسمومة ولا لا؟ صلاح طالبة في أولى طب بيطري جامعة العريش، وهي أصلا من الدقهلية وعندها 19 سنة. وفي الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا انتشر هاشتاج حق طالبة العريش، وده بعد وفاة نيرة صلاح، عشان خاطر يطالبوا بحقها ويعرفوا ايه الحقيقة وماتت ازاي بالظبط. الحكاية ان حصل بين نيرة وشروق زميلتها مشادة كلامية، فشروق طبعا اتضايقت من نيرة وحبت ان هي تنتقم منها بأي طريقة، فراحت مصوراها وهي في حمام سكن الجامعة، وراحت بعت الصور دي لحبيبها طه اللي هو زميلهم في نفس الجامعة برضه. وطه حب ان هو يهدد نيرة ان هو ينزل الصور دي على جروب الدفعة، وبدأ فعلا يحفلوا عليها على جروب الدفعة ويلمحوا بكلام كتير على ان هم يفضحوها، لدرجة ان هم كانوا بيعملوا تصويت لأي وقت عاوزين ينزلوا الصور دي فيها. بجاحة ووساخة مفيش من بعدها بصراحة. وشوية من صحابنا يارا قال ان هي انتحرت لما خدت حبة الغلة ودم بيت حشري سام، وطبعا عشان خاطر الضغط اللي كان عليها لما ابتزوها بالصور. يارا ما انتحرتش، هي اتقتلت. انهم كسروا بيها وبهدلوها، ضغطوا عليها، ابتزوها. بس ده عكس اللي قالوه اهل نيرة، واكدوا ان هي ما انتحرتش لانها عارفة ربنا كويس وحافظة القرآن وكانت صايمة في اليوم ده، فازاي هتنتحر؟ وابوها قال ان هي اتصلت بامها في اليوم اللي هي ماتت فيه وقعدت تشتكي لها ان هي عمالة ترجع من الصبح، فقالت لها على علاج تاخده. وبعد شوية مسؤولة المدينة الجامعية اتصلت بيهم وقالت لهم ان احنا نقلناها على المستشفى ولازم تيجوا فورا. بس اول ما وصلت للاسف لقوها ماتت، فطلبوا ان هم يخلصوا الاجراءات بسرعة عشان يلحقوا يدفنوها. وكل ده ما كانش يعرفوا باي مشاكل بينها وبين صحابها ولا حوار صور ولا اي حاجة من الكلام ده اصلا. وعلى فكرة كانوا فاكرين ان هي ماتت موتة طبيعية. وحضر الجنازة عدد كبير من صحاب نيرة وبدأ ان هم يحكوا اللي حصل بالظبط في الفترة الاخيرة، المشكلة اللي كانت بينها وبين شروق وحوار الصور ده ايه بالظبط. وعشان ما يفضحهاش اجبروها ان هي تنزل اعتذار على جروب الدفعة. طبعا اتأسفت في مسج وقالت يا جماعة حابة اتأسف لشروق ومريم وولاء على حاجة ما عملتهاش، إذا كنت غلطت في حقهم او جيت عليهم او اتكلمت عنهم باسلوب مش كويس وعفى الله عما سلف. وهنا طبعا ابو نيرة مسكتش وطلب ان هو يفتح تحقيق من تاني عشان يعرفوا سبب الوفاة ويعرفوا ايه الحقيقة بالظبط، واللي كان السبب يتحاسب. والتقرير الطبي اللي طلع من مستشفى العريش ان الطالبة نيرة اول ما جت دخلت قسم الاستقبال بسبب انها ما كانتش في وعيها الكامل وعندها هبوط حاد في ضغط الدم ونبضها ضعيف بسبب مادة مسممة مش معروفة، وماتت بسبب سوء حالتها. واهلها اكدوا ان هم مش هيسيبوا حقها ولازم يعرفوا ايه الحقيقة بالظبط. وبعد ما نيرة ماتت شروق مرضتش تمسح الصور اللي عندها، وزمايلهم في السكن كانوا عاوزين يتلموا عليها ويضربوها، بس هي بجحت في قلب السكن وقالت لهم انا راجعه لكم تاني كمان كام يوم. والنيابه العامه طبعا استدعت كل اللي لهم علاقه بالموضوع، 5 من اللي ابتزوها ومشرفه المدينه الجامعيه، وده طبعا عشان يستجوبوهم ويفتشوا في موبايلاتهم ويفرغوا كاميرات السكن. والنيابه العامه امرت برضو ان الجثه تدخل المشرحه عشان يعرفوا سبب الوفاه ايه بالظبط. وعلى فكره والد شروق رائد شرطه اتوقف عن العمل لحد ما يخلص تحقيقات معاها. وبكده الفيديو بتاعنا كان خلص، وما تنسوش تدعوا ليها وان ربنا يصبر اهلها.